في الوقت اللي فيه أزمة في مصر في الثروة الداجنة، وإن طبعا سعر الفراخ وصل لحوالي 40-45 جنيه، طبق البيض وصل حوالي 90 جنيه، والأسعار كل يوم في زيادة، والسكر والزيت وكل شيء. بنبص لقينا في خبراء ومعمليين ودكاترة مفيش زيهم في الدنيا كلها طالعين بيقول لك ايه هي فوائد رجول الفراخ، واللي هي غنية بالبروتين والكولاجين، وان هي بتعمل كل حاجة حلوة في الدنيا، وبترد الغائب وتفك المربوط وتحنن قلب الحبيب. دي فوائد الرجول. وطلع عالم تاني قال لك فوائد الفول النابت، اللي هو اصلا انت ما تقدرش دلوقتي تروح تشتري كيلو الفول علشان تعمله نابت. شفنا تصريح بتاع الدكتور شريف ابو النجا، اللي هو نقدر نقول عليه رئيس 57-357. طبعا احنا شفنا دعوات التبرع ل 57-357، وبعد ما شفنا الدعوات دي وان المستشفى في ازمه وبتعالج المرضى الغلابه، ولاد الناس الغلابه اللي ربنا يشفيهم يا رب من التعب العضال ده، طلع تسريبات ان في دكاتره في المستشفى ومن ضمنهم دكتور شريف بياخد 400,000 جنيه في الشهر. فالدكتور شريف ابو النجا رئيس مستشفى او شركه 57-357 قال لك ايه بقى؟ قال لك هو انتوا بتحسدوني على 400,000 جنيه؟ ده انا لو رحت فتحت عياده هاخد في الكشف الواحد 2000 جنيه. وانا من مكاني ده انا بقول مبروك علينا رجول الفراخ، ومبروك علينا الفول النابت، والدكاتره المحترمين اللي هم بتوع الاكتشافات العلميه المعمليه الفذه. انا عايز اقول لهم انتوا نسيتوا مورد هام جدا غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن الرئيسيه في الحياه، انتوا نسيتوه، اللي هو الطين. احنا لسه الشعب المصري لسه ما اكتشفش فوائد الطين، علشان انتوا لازم تشوفوا لنا حل ان الطين ليه فوائد ولا ملوش. علشان لو كده لو رجول الفراخ، وده اللي انا متوقعه، اللي هي ما كان لهاش سعر هتوصل ل 50 و60 جنيه. عشان بس انا بقول لكم اهو، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. فانتوا شوفوا لنا لو كان الطين غني بالبروتينات والمعادن الرئيسيه، قولوا لنا علشان يعني نجري نشوف لنا حل، وكل واحد يخزن له شويه طين يبقى ياكلهم بدل رجول الفراخ والفول النابت. يا دكتور شريف ابو النجا مش مشكله خالص، سيب المستشفى، روح خلي الكشف ب 2000 جنيه عادي. البلد مليانه فلوس يا عم، ده البلد غرقانه فلوس مش لاقيه مين يشيلها. حسبي الله ونعم الوكيل.